لما عرفت ان هو مضى مسلسل قلت الحمد لله يا معلم، دي الفته اللي هتكررنا كلنا وراه بعد ما يدخل ان شاء الله وينجح، لان احنا اجمد منهم بكتير. فاجي اتفرج على الحلقه الاولى الاقي قرف بيتعرض، وكلمه قرف دي كلمه قليله. انا طبعا صايم ومش قادر اناهد. يا جدعان انتوا طلعتوا عيني، انتوا طلعتوا عيني. الدراما بتقول في مصر ان الحلقه الاولى لازم تكون اقوى حلقه. ليه؟ عشان هي برضه اللي بتكر، زي ما انا قلت على احمد رمزي ان هو لما يخش هيكرنا كلنا ورا منه، ونعرف الناس اللي جوه دي ان احنا اجمل منكم بس بره. فالحلقه الاولى لازم تكون جامده جدا فتكر بقيه الحلقات. اجي اتفرج على الحلقه الاولى الاقي زفت. زفت اسمه ايه بقى؟ جايبين كل السكتشات اللي قدمها احمد رمزي على الفيسبوك وعاملينها كوكتيل كده وعاملين بيه الحلقه الاولى، اللي هي اصلا المفروض الحلقه دي تشد المشاهد. عشان خاطر انا ايه اقول لصاحبي شفت الحلقه الاولى من مسلسل فخر الدلتا، حلقه جامده قوي، وصاحبي يقول لصاحبه وصاحبي يقول لصاحبه ونتلم كلنا حوالين مسلسل. لكن انا بقولها لكم اهي صريحه، الحلقه الاولى من مسلسل فخر الدلتا تعرفنا ان المسلسل فاشل، مسلسل فخر الدلتا فاشل، مسلسل ملوش اي ملامح. ما انا كده كده بدل ما اضيع وقتي اتفرج على فخر الدلتا اتفرج على اي قرف تاني من البلبعات اللي موجوده، لان انا عارف اللي هيحصل في فخر الدلتا اللي هو كان بيعمله احمد رمزي اصلا على السوشيال ميديا. فانا بدل ما اقعد اتفرج على مسلسل واضيع وقت في حاجات انا اصلا عارفها وهرسها ودعكها، لا يا عم اتفرج على اي قرف تاني.